السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بأتم صحه وعافيه. اليوم شاركت معكم كبسه للمره الثانيه في قناه جداتي، ولكن هذه المره غادي نصايبها معكم بواحد الطريقه اللي مميزه. كما كتشوفوا كي كتجي على مزيناتها، وتابعوا المقادير. كنحتاجوا البصله تكون مشلطه، كل ما درتوا البصله كثيره كل ما كتجيكم الكبسه ديالكم بنينه. كنحتاجوا الصلصه ديال الطماطم. بالنسبه للعطريه كنحتاجوا معلقه صغيره ديال الملحه، العواد ديال القرنفل، حبات ديال الهيل والحبات ديال القزبر حبوب. كنحتاجوا الليمون الخليجي 2 حبات اللي كيتسمى الليم، 2 حبات اولا 2 عواد ديال القرفه، وكركوبه ديال الثوم. كنحتاجوا البزار حبوب، فلفله حاره مدخنه، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال التحميره، وشويه ديال الكمون حبوب. كنحتاجوا كاس الا ربع ديال الزيت مخلطه روميه وبلديه، ومعلقه كبيره ديال السمن، كيلو الا ربع ديال الغني كما كتشوفوا، ربع ديال الرز كما كتشوفوا. هذا الرز اللي كيكون طويل هو اللي كيدار في الكبسه. بطبيعه الحال الكميه على حسب الافراد. ودابا ندوزو للطريقه ديال التحضير. فواحد الطنجره كما كتشوفوا، هاد الطنجره راه كتسد، يعني غادي طيب لي هاد الكبسه بالزربه. كنديروا الزيت ديالنا. الكبسه راه كتبغي بزاف ديال الزيت باش تطلع لكم بنينه. كنحتاجوا السمن معلقه كبيره، من بعد كنزيدوا البصله ديالنا، وكنخليهم يتشحروا. بعد ما تقلات لينا البصله شويه وخدات لينا واحد اللون اللي شويه ذهبي، كنزيدوا العطريه ديالنا. شوفوا الملحه، الخرقوم والتحميره والكمون. كنحركوه مزيان. بحال هكا. من بعد كنزيدوا اللحم ديالنا. بسم الله. خرجت معاك وكنخليهم يتشحروا شويه مع البصله ديالنا ونرجعوا لكم. دابا بالنسبه بعد ما تقلى لينا اللحم شويه، كنديروا الصلصه ديال الطماطم كما كتشوفوا. من بعد كنضيف واحد الكاس ديال الماء فيه شويه ديال الزعفران كما كتشوفوا، وكنخلي هاد المسائل انها تقلى بيناتهم. بعد ما تشحرت لينا مطيشه، كنزيدوا ورقه سيدنا موسى والثوم. بسم الله. من بعد كنمرقوا بالماء. انا هنايا درت ايترون سالي كما كتشوفوا. وبعد ما طاب اللحم تلاقى. بعد ما طاب اللحم كما كتشوفوا غادي نحيدو باش نرمو الرز. كنعزلوه بشكل بسيط.
ودابا غادي نرميو الرز. دابا بعد ما لحنا الرز دابا غادي نغطيو عليه ونتلاقاو في كما كتشوفوا. بعد ما طاب الرز ديالنا غادي نقدموه في الطبق ديال التقديم. كتشوفوا بهذه الطريقه. بسم الله. كما كتشوفوا من بعد كنديروا فوق منه اللحم. كما كتشوفوا الروز كيجا ما جا لا معجن لا حتى حاجه. ها تبعوا الخطوات اللي قلتهم لكم وان شاء الله تخرج لكم هذه الكبسه معتبره. ودابا غادي نديروا فوق منه اللحم اللي طيبناه من قبل. كتشوفوا كيجي فتشي تبارك الله. بعد ما درنا اللحم رافقنا الكبسه ديالنا بشلاضه كما كتشوفوا. وما تنساوش الا عجبكم الفيديو تخليو جيم وكومونتير زوين لجداتي ودعموا قناتها. نزيد فوق. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بأتم صحه وعافيه وانتم كتشاهدوا الفيديو جديد في قناه تاع جداتي. اليوم غادي نشارك معكم الكبسه للمره الثانيه في القناه، ولكن هذه المره غادي نشاركها معكم بواحد الطريقه اللي مميزه. نتمنى انها تعجبكم. وما تنساوش تتابعوا المقادير.